هلو يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ طبعا سنه جديده، منهج جديد، وان شاء الله هنحاول ان احنا ننزل المناهج كلها الجايه على اليوتيوب، تمام، على الشانل بتاعتنا الخاصه بينا. طيب، المناهج الجديده هي مناهج دسمه شويه ولكن ممتعه جدا، لذيذه جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه. هي كل الفكره بس ان هي دسمه شويه، فيها معلومات كتير شويه. تمام. طيب، خلينا نبتدي كده واحده واحده بسم الله، وهنبتدي باول درس هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله، هو present perfect. طيب، present perfect درس من الدروس الدسمه الاساسيه في كل امتحان، لازم هتلاقيها في اي امتحان. اي امتحان في اي صفحه هتلاقي درس من دروس البريزنت بيرفكت، سؤال من اسئله البريزنت بيرفكت موجوده معاك في الامتحان. طيب، ايه هو البريزنت بيرفكت؟ يعني ايه اصلا بريزنت بيرفكت يا مستر؟ اول حاجه هي كلمه بريزنت. انت خدت كلمه بريزنت دي يعني ايه؟ تقول لي كلمه بريزنت دي يعني مضارع. طيب، وكلمه بيرفكت؟ كلمه بيرفكت يعني تام. فالزمن ده على بعضه اسمه مضارع تام. طيب، مبدئيا كده بس انا عايزك تبقى قاعد معايا، مش قاعد كده وخلاص بتسمعني وخلاص، لا، انا عايزك قاعد معاك الكراسه بتاعتك، كشكولك الحلو، القلم بتاعك، عمال بتداوم كل ملاحظه ورايا. طيب، يعني ايه بقى بريزنت بيرفكت؟ انت قلت لي لسه قايل لي يعني مضارع تام. طب هو يعني ايه اصلا مضارع تام؟ هو ازاي مضارع دلوقتي وازاي تم؟ انا عايز افهم ده ازاي. ده هنعرفه من استخدامه. طيب، انا عايزك تعرف حاجه بس مهمه جدا، ان اي زمن تام هتلاقي فيه تصريف ثالث. دي معلومه كده تخليها معاك طول حياتك. اي زمن هتاخده زمن تام هتلاقي فيه تصريف ثالث. طيب، الزمن المضارع التام ده بيتكون من ايه؟ خليني برضه اقول لك ان اي زمن بناخده بنحتاج نعرف عنه شويه حاجات: تكوينه، استخدامه، النفي، سؤال، keywords لو موجوده. فالحاجات دي لازم اعرفها عن كل زمن. طيب، تعال ناخد واحده واحده فيهم. اول حاجه بالنسبه للفورم، هو يعني ايه فورم يا مستر؟ يعني التكوين. بيتكون من ايه الزمن ده؟ قال لي البريزنت بيرفكت بيتكون من الفاعل subject، وبعدين plus have or has، وبعدين past participle. ايه ده؟ ده تكوين المضارع التام. فاعل، خلينا نمسح بس الجزء ده. ايوه، اوكي. سب دي اختصار ليه؟ لسبجكت طبعا. السبجكت اللي هو الفاعل، هاف او هاز، والتصريف الثالث للفعل اللي هو الباست بارتيسيبل. طيب، حد هيسالني هو امتى يا مستر هستخدم هاف وامتى هستخدم هاز؟ هقول لك مفيش مشكله، ارجع لابتدائي والشغل القديم بتاعنا، هتلاقي ان احنا هاف دي كنا بنستخدمها مع الاي، وي، يو، والذي، واي اسم جمع: الاولاد، الاطفال، المدارس، العربيات. طيب، هاز الباقي بقى اللي هم ايه؟ شي، هي، ات، واي اسم مفرد: احمد، محمد، العربيه، الولد، القطه، هكذا and so on. طيب، انا معايا التكوين، اقدر اعمل اي اكزامبلز انا عايزها براحتي. اعمل بقى براحتك اكزامبلز. طيب، for example I have watched, or she has played, or we have finished. طالما معاك التكوين بتاعك هتقعد تعمل اكزامبلز من هنا لبكره. طب بص كده انا عملت ايه؟ انا جبت السبجكت الفاعل اي، وي، يو، زي، شي، هي، ات، وعلى اساس السبجكت ده اخترت هاف او هاز، وبعدين باست بارتيسيبل، تصريف ثالث، تصريف ثالث، تصريف ثالث. بس كده. طيب، بس كده ده بالنسبه للتكوين. طيب، بالمره، هو انت قلت لي محتاج نتكلم عن التكوين وعن النفي، الاستخدام، وهكذا. طب انا عايز بالمره اعرف انا دلوقتي لو حبيت انفي الزمن ده. قال لي بس بكل بساطه تيجي جاي على have or has وهنقاد not. have not، has not. فانا لو قلت لك تعالى ننفي السنتنس دي، انفي لي كده الجمله دي، فهتقول لي والله I haven't watched. طب انفي she has played، انفيها she hasn't played.
we have finished إن فيها we haven't finished. شكرا، بس كده. طيب تمام كده لحد دلوقتي في مشكلة؟ طيب عايزك ان انت تكون اكيد وانا شرحت الجزء ده ان انت كتبت المعلومه دي، ان انت كتبت لي التكوين ان هو تكوين المضارع التام present perfect. خد بالك من اسمه، في ناس كتير جدا 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 تبقى حافظه الزمن وصماه وكل حاجه، بس اقول له يقول لي ايه تكوين البريزنت بيرفكت، يقول لي ها ايه بريزنت بيرفكت ده؟ انت لازم تبقى عارف اسم التنس، لازم تبقى عارف اسم الزمن. ده اسمه البريزنت بيرفكت يعني مضارع تام. طب بيكون ايه؟ فاعل have او has والتصريف التالي. subject have او has والتصريف التالي. عرفنا امتى بنستخدم have وامتى بنستخدم has. have مع الاي وي يو زي جمع، والهاز مع الشي والهي والات والمفرد، وبعدين التصريف التالت بتاعي. طيب جميل. تعال نتكلم عن حاجة تانية وهو الباسيف. يعني ايه باسيف؟ باسيف ده يعني مبني للمجهول. طب يعني ايه اصلا مبني للمجهول؟ اتفرجت على فيلم، اتفرجت على مسلسل، في فيلم وفي قصة وفي حدوتة، وفي وسط الفيلم ده في حد اتقتل. البوليس طبعا راح يحقق وراح يشوف التحريات وي 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 وي. في الاخر القضية رست ان هي اتأيدت ضد مجهول. يعني ايه ضد مجهول؟ يعني مش عارفين الفاعل. يعني ايه؟ مش عارفين مين اللي عمل الجريمة دي، مش عارفين مين الفاعل. هو ده المبني المجهول، ان احنا بنهتم بالمفعول. دايما هتلاقينا في المبني المجهول بنهتم بالمفعول. عشان كده هتلاقي التكوين بتاعه في المضارع التام ان انا ببتدي بالاوبجكت اللي هو المفعول have or has been و past participle تصريف ثالث للفاعل. طيب انا عايز دلوقتي بس عايز اعرف حاجه، انا عايز اراجع على الحته دي. وانا معلش هسالك السؤال ده تاني، امتى بستخدم هاف وامتى بستخدم هاز؟ ما انا لسه قايل لك من شويه ان هاف دي مع الاي والوي واليو والذي والجمع، انما الهاز دي مع الشي هي ات والمفرد بس. شكرا. طيب بص، لو جيت رجعنا للبيج اللي قبلها التكوين، نفترض مثلا ان انا بقول لك ايه I have watched TV، انا اتفرجت على التلفزيون. She has played tennis، هي لعبت تنس. We have finished our homework، احنا خلصنا الهوم ورك بتاعنا. طيب قلت لك 3 sentences دول، الثلاث جمل دول تعالى نخليهم مبنيين للمجهول، تعالى نحطهم في الباسف. نحطهم ازاي؟ تعالى في السنتنس الاولى دي I have watched TV، انا اتفرجت على التلفزيون. طيب المستر كان قايل لي ان المبني المجهول بنهتم بالمفعول، وبعدين have او has been بالتصريف التالي. طيب نرجع كده، فين هنا ثانيه، انت لسه ما كتبتش الحته دي؟ ارجع اكتبها، وقف الفيديو واكتبها وبعدين خليك معايا. طيب فين المفعول هنا؟ انا اتفرجت على التلفزيون، فين المفعول؟ تقول لي تي في، زي الفل تي في. طيب تي في ده هياخد هاف ولا هاز؟ انا كنت ببص على التكوين اللي هو ده. تي في ده هياخد هاف ولا هاز؟ طبعا تي في ده تلفزيون واحد مفرد وكده كده بياخد هات، فهياخد هاز، فهتقول لي تي في هاز. جميل. انت قلت لي كلمه سوري، هرجع تاني، هاز اهي. بعد هاز قلت لي كلمه بين دي ثابته وبعديها تصريف ثالث اهي، هاز بين، والتصريف الثالث من واتشد هي واتشد. شكرا، ثانك يو. يعني ايه الكلام ده؟ هنا بقول لك انا اتفرجت على التلفزيون، هنا بقول لك التلفزيون شوهد، حد اتفرج عليه. مين؟ مش مهتم، انا مش مهتم اعرف مين اللي اتفرج عليه، كل اللي انا مهتم بيه ان انا بقول لك ان التلفزيون حد اتفرج عليه. طيب she has played tennis، هي لعبت تنس. تعالى نخلي السنتنس دي مبنيه للمجهول. هي لعبت تنس، لعبت ايه معلش؟ ايه المفعول؟ ايه اللي اتلعب؟ تقول لي التنس.
طيب تنس ده هياخد هاف ولا هاز؟ نرجع للتكوين. اوعى تزعلني منك بقى وتقول لي اللي انت لسه ما كتبتوش لحد دلوقتي. مفعول هاف او هاز بين والتصريف التالت. المفعول كان عندنا كلمة تنس، هاخد هاز وبعدين بين وبعدين هشوف التصريف التالت. تنس هاز بين والتصريف التالت من بلاي يعني played. بس شكرا. هنا بقول لك هي لعبت تنس، هنا بقول لك التنس اتلعب. طيب اخر واحده بالمره عشان ما تزعلش مننا. We have finished our homework. خلصنا الهومورك بتاعنا. فين المفعول؟ our homework ده المفعول. هياخد have ولا has؟ الهومورك ده مفرد فهياخد has. طيب وبعدين كلمه بين ثابته والتصريف الثالث finished. هنا بقول لك احنا خلصنا الهومورك بتاعنا، احنا اللي خلصناه. هنا بقول لك الهومورك بتاعنا خلص. مين اللي خلصه؟ غشيته من صاحبي، نقلته، مش عارف ايه، مش مهتم. انا بقول لك ان انا الهومورك بتاعي اتعمل وخلاص، ما تهتمش بقى مين الفاعل. طيب كلام جميل. ده كده بالنسبه للباسف، للمبني للمجهول. طيب طبعا لو حبيت تنفي الجمله، انا قلت لك من شويه ان احنا هننفي ازاي. هنحط have not او has not. طيب نيجي نتكلم اهم جزء، اهم حته في الدرس ده لازم تبقى مركز معايا فيها. ايه الحته دي؟ تعالى اكتب ورايا بقى واحده واحده. بص، ليه 5 استخدامات الدرس ده. البريزنت بيرفكت المضارع التام ليه 5 usages. يعني ايه؟ يعني 5 استخدامات. طب ايه اللي انت عامله ده يا مستر؟ حصه رسم ولا ايه؟ لا مش حصه رسم. انا هرسم لك استخداماته على خط الزمن عشان تبقى اسهل معاك وانت بتذاكر. طيب بص، خلينا متفقين النقطه دي كلها دي كده البريزنت. يعني ايه البريزنت؟ يعني المضارع. طب والجزء ده الفيوتشر. يعني ايه؟ يعني المستقبل. والجزء ده الباست، الماضي. طيب فانت عندك ماضي، مضارع، مستقبل. طيب اول استخدام ليه، بص احنا عندنا لسه قايلين النقطه دي هي المضارع. الحدث ده حدث حصل فين؟ في انه جزء؟ عندك ماضي، عندك مضارع، عندك مستقبل. حصل فين؟ هتقول لي في الماضي. طيب كلام زي الفل. حصل امتى في الماضي؟ النقطه دي باينه عندك هي امبارح. طب ممكن الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، السنه اللي فاتت، امتى بالظبط؟ مش عارف. عشان كده هستخدم المضارع التام. ان اول يوسج ليه حدث تم في وقت غير محدد. حدث تم ومعرفش امتى الحدث ده حصل، وانا مش عايز مثلا اقول لك الزمن. تمام؟ فاقول لك مثلا والله ايه، انا اشتريت تليفون جديد. هي ذاكرت الدرس اللي عندها، هي كتبت ورايا مثلا. تمام؟ الجمل دي كلها لو انا عايز اقولها لك في البريزنت بيرفكت لازم اقولها بالمضارع التام. اشمعنى؟ عشان انت ما ذكرتش وقت، ما فيش وقت محدد. فاقول لك she has bought a new phone. هي اشترت تليفون جديد. جميل. طيب ده حدث تم في وقت غير محدد. اقول لك والله I have bought a new car. انا اشتريت عربيه جديده. وعدنا يا رب. They have got married. هم اتجوزوا وما عزمونيش. ما اعرفش امتى الفرح، ما اعرفش امتى الفرح اصلا، بس انا اللي عرفت من بره ان هم اتجوزوا. فاقول لك they have got. طبعا got الماضي من get. married هم اتجوزوا.
ما ذكرتلكش الوقت. وخد بالك مهمه جدا الحته دي، والاستخدام ده مهم جدا. ليه؟ لان انا لو ذكرت لك الوقت، لو قلت لك امتى، كده هخش في زمن تاني، الماضي البسيط، الباست سيمبل. اشمعنى؟ لان اصلا الباست سيمبل من استخدامه حاجه اساسيه جدا فيه ان انا لازما اذكر لك الوقت، الحدث ده حصل امتى. كانت الكي ووردز بتاعته، الكلمات الداله بتاعته yesterday, last week، انه سنه في الماضي ago، وهكذا. كل الكلمات الداله بتاعته كانت بتحدد لك الوقت. انما هنا بقى في البريزنت بيرفكت ما عنديش وقت. ده اول استخدام. طيب تاني استخدام، اشهر استخدام. بص كده، حدث، بص النقطه الاكس اللي انا عاملها لك على خط الزمن دي، حدث تم في الماضي وله اثر في الحاضر. حاجة حصلت في الماضي وأثرها، النتيجة بتاعتها موجودة معايا دلوقتي. حطيت أنا برفيوم من شوية قبل ما أجي في الماضي أهو، حطيت برفيوم ومشيت في الشارع، وأنا نازل في الشارع واحد صاحبي قال لي إيه الريحة الحلوة دي. الحدث ذات نفسه إن أنا حطيت برفيوم ده كان إمتى؟ ده كان في الماضي، من ساعة من ساعتين. البرفيوم كان نوع نضيف شوية، ممكن يكون امبارح. لما قابلت صاحبي في المضارع دلوقتي راح قال لي إيه الريحة الحلوة دي. فاهمني؟ فده الحدث ذات نفسه حصل في الماضي والنتيجه بتاعته موجوده معايا في المضارع. طيب انا كنت بلعب كوره الاسبوع اللي فات، جاي لي انت مش عامل الواجب، فبقول لك ليه يا ابني مش عامل الواجب؟ قلت لي والله يا مستر كنت بلعب كوره الاسبوع اللي فات وانا بلعب كوره كسرت. طب هقول لك طب يا ابني ده حصل الاسبوع اللي فات، انا مالي؟ هتقول لي طب ما انا ايدي مكسوره يا مستر، مأثره عليا في المضارع فما عملتش الواجب، هاجي ضربك برضه. طيب فاقول لك ايه؟ I have lost my money. انا ضيعت فلوسي. طب ايه النتيجه بقى؟ ايه الافكت؟ ايه النتيجه اللي انا مستنيه؟ so لذلك I can't take a taxi. انا والله كنت ناوي ان انا وانا مروح اركب تاكس، بس للاسف انا ضيعت فلوسي الصبح، فانا هاخدها مشي، هلبها مشي. ليه بقى؟ لان في حدث حصل في الماضي ان انا ضيعت فلوسي، والافكت النتيجه ان انا دلوقتي في المضارع اهو I can't دلوقتي انا مش هقدر ان انا اركب تاكسي. طيب زي الفل. تالت استخدام بقى نستخدمه في ايه؟ قال لي بص كده، هي فرقت يعني، دي متنيه ودي فرقت. لما غالبا لما طول ما انت معايا واعمل لك الخط ده يبقى ده حدث مستمر. طب ايه ده يا مستر؟ حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. الحدث بدأ في الماضي ولسه مكمل معايا لحد دلوقتي. يعني هو حضرتك تتعلم انجليزي بقالك قد ايه؟ من وانت في كيجي صغير كده حلو، 5-6 سنين بتقول A B هكذا صح؟ بقالك كام سنة بقى لو افتكرت؟ بقالك بتاع 10 سنين. والحد الثانية دي لحد ما انت بتسمعني دلوقتي انت قاعد بتعمل ايه؟ بتتعلم انجليزي. فالحدث ذات نفسه ابتدى في الماضي ولسه مكمل معايا لحد دلوقتي. طيب اقول لك for example I have lived in the Manhur since أنا عايش في دمنهور منذ سنة 2000 مثلا 2000. بص كده لو بصيت بداية الحدث هنا كانت سنة 2000 ولسه لحد الثانية دي، لحد اللحظة دي، لحد ما أنا بعمل الفيديو ده أنا موجود وعايش في دمنهور. طيب كلام زي الفل. ماشي. ثالث استخدام، ماشي سوري رابع استخدام، بستخدم ايه الرابع استخدام بتاعه؟ بص كده، دي نقطة المضارع اهي، والحدث ده بص يعني يا دوبك يعتبر مضارع، بس هو للأسف مش مضارع. انت قلت لي ايه؟ يعتبر مضارع، فده بنقول عليه just اللي هي معناها توا أو حالا. طب ايه ده؟ عارف انت
بالبلدي كده اللي هو بيقول ايه؟ حاجة لسه حاصلة حالا، حدث تم منذ فترة قصيرة للغاية. عارف بالبلاد يعني ايه؟ لما اقول لك ايه ده لسه حاصل حالا، ده الباب لسه مخبط حالا، تليفون لسه رن حالا، علي لسه ماشي حالا، هكذا. دي كلها كلمة حالا دي اللي هو المضارع التام. فبقول لك والله my phone has just run، يعني انا تليفوني لسه رن حالا، انا لسه واصل البيت حالا، انا لسه مغير هدومي حالا. ده رابع استخدام. طيب اخر استخدام ايه؟ 3 دي مش لازم 3، ممكن 3 4 5 يعني ايه. طيب ايه الرقم اللي انت حطيته لي ده وليه حطيته لي؟ حطيته لك عشان ده استخدام بيعبر عن عدد مرات او تكرار في الماضي. وخد بالك بقى اهم حاجة ان هو لازم يكون قابل للزيادة، ان انا قادر ان انا ازوده. طيب انا وانا بصور الفيديو ده الساعة تقريبا 9 و10 بالليل، فانا شربت لحد دلوقتي كوبايتين قهوة. ممكن وانا بصور الفيديو التاني ان شاء الله، او وانا بخلص بعد ما اخلص الفيديو ده اشرب كوبايه القهوه، واليوم لسه موجود معايا، يبقى شربت 2 3 4 لان اليوم لسه ما خلصش. طيب انا الشهر ده لسه في اوله اهو او في اخره، بس الشهر لسه ما خلص، امتحنت امتحانين، ممكن الامتحانين دول يبقوا 3 4 5. انا في حياتي زرت اسوان مرتين، وانا حي ارزق ممكن ازورها الثالثه الرابعه 5 وهكذا، طالما ان انا الحدث ده او الحاجه دي قبل ان هي تزيد هستخدم مضارع تام. يعني ايه؟ هقول لك كده بص، I have read. خد بالك التصريف التالي من كلمة read بتتغير في النطق بس. I have read this. اوكي. I have read 3 books this month. يعني أنا قريت 3 كتب الشهر ده، وممكن أنا الحمد لله لسه حي أرزق ممكن أقرأ الكتاب الرابع الخامس السادس. المهم إن هو قابل معايا للزيادة. اوعى تقول لي تزعلني منك وتقول لي إن أنت لسه ما كتبتش الكلام ده. اللوحة الفنية دي تتكتب حالا. وقف الفيديو يا بيه واكتب الكلام ده. طيب يبقى تاني كده، حدث حصل في الماضي في وقت غير محدد معرفش امتى. حدث حصل في الماضي وليه اثر في المضارع؟ انا كنت بلعب بالعجله وكسرت رجلي مش عارف اروح الدروس، الحجه الفارغه بتاعتك. تالت استخدام، حاجه بدات في الماضي ولسه مكمله معايا. انا بتعلم انجليزي، بذاكر من الساعه 6 الصبح مثلا، بذاكر انجليش من الساعه 6 الصبح ولحد اللحظه دي يا مستر قاعد مطبق على الفيديو بتاعك وبسمعه ومذاكر اهو وعمال بذاكر لحد دلوقتي. حدث بدا في الماضي ولسه مكمل معايا. حاجه لسه حاصله حالا، انا لسه داخل الشقه حالا، لسه داخل البيت حالا، لسه قافل التليفون حالا، لسه قافل تيك توك اللي انت مضيع وقتك عليه وبتفرج عليك حالا. اخر استخدام ان هو عدد مرات او تكرار وقابل للزياده. اللوحه الفنيه دي تتنقل طبعا. وقف الفيديو. طيب نتكلم عن جزء تاني كده. اتكلمنا عن ايه اصلا؟ اتكلمنا عن التكوين. فاكر التكوين كان ايه؟ كان subject have او has والتصريف التالي. اتكلمنا عن المبني المجهول اللي هو كان بيبقى بنهتم بالمفعول فبنجيب object have او has been والتصريف التالي. واتكلمنا عن تالت حاجه وهي الاستخدامات، ال5 استخدامات اللي انا لسه قايلهم لك حالا. طيب هنتكلم دلوقتي بقى عن ال questions. هو يعني ايه question؟ يعني سؤال. طيب طبعا عايزك تبقى عارف حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ ان احنا اي سؤال ليه نوعين انجلش، سؤال yes or no اللي هو بنقول عليه سؤال بمعنى هل، وسؤال WH اللي هو بنقول عليه سؤال بأداة استفهام.
طيب ايه السؤال بمعنى هل وايه السؤال بأداة استفهام؟ في ال present perfect، في المضارع التام. بعملهم ازاي؟ اعرف الازمنه دي ازاي؟ هعمل التكوينات دي ازاي؟ اصل لو عايز تعمل سؤال بمعنى هل yes or no، اول حاجه اول خطوه عشان تعمل السؤال ده لازم ان انت تكون بتتفرج على الفيديو. تمام، ده انت عملته خلاص. تاني حاجه بقى تجيب have او has، وبعدين اوكي have او has، وبعدين بتجيب لي subject، وبعدين الباست participle اللي هو تصريف ثالث للفعل. كده ده سؤال بمعنى هل. اعمل بقى examples براحتك، اعمل اي example انت عايز تقول براحتك. for example has she visited Alex before؟ هل هي زارت اسكندريه before؟ اسوان مثلا، اي مدينه مش فارقه معايا. or مثال تاني example تاني اقول لك have you done your homework yet؟ هل انت عملت الهوم ورك بتاعك لحد دلوقتي؟ طب تعال نرد بقى على ال questions دي، على الاسئله دي. has she visited Alex before؟ لو ايوه هتقول لي yes she has. طب لو لا no she hasn't. في حالة النفي بنحط نقطة. طيب حد هيقول لي طب يا مستر معلش أنا عايز أكمل، هقول لك كمل عادي براحتك، خد المايك وروح وكمل، بس تكمل لي لحد آخر كلمة. ليه؟ اشمعنى لحد آخر كلمة؟ لأن دي أصلا اسمها شورت أنسر، إجابة قصيرة، فيستحسن إن أنت تقول لي yes she has no she hasn't. طب أنت عايز تطول وتزود في المعلومات عادي كمل، بس تكمل لحد آخر كلمة قبل الكويستشن مارك، قبل علامة الاستفهام. طيب تعال نرد على السؤال ده. Have you done your homework yet؟ هل انت عملت واجبك؟ فلو هي هتقول لي yes، واليو هنحولها ل I have. طب حد هيسألني دلوقتي هو انت ليه حولت اليو ل I؟ هقول لك عادي خالص. وانا اللي بقول لك ايه؟ هو انت اكلت؟ هو انت عملت واجبك؟ فانت هتقول لي ايه لما ترد عليا بالعربي؟ هتقول لي ايوه انا عملت واجبي، فحولت كلمة انت لأنا. نفس الفكرة بالظبط in English. هل أنت عملت واجبك؟ أيوة أنا عملت واجبي، فحولت أنت لأنا yes I have، ولو لأ no I haven't. thank you، شكرا. كده أنت خلصت السؤال اللي هو yes or no، سؤال بمعنى هل. طيب السؤال التاني سؤال بأداة استفهام. لا السؤال اللي بأداة استفهام ده بص عايزك تبقى ذكي كده. كتبت بس الجزء ده؟ اوعى تكون ما كتبتش، لو ما كتبتش وقف الفيديو وروح اكتب. طيب السؤال بقى ده استفهام. انا خلاص حفظت التكوين ده، مش هحفظ تاني بقى، انا مش بحب الحفظ كتير، انا بحب افهم. خلاص انا التكوين ده حفظته. لما اجي اقول لك بقى انا عايز السؤال بقى ده استفهام، هتقول لي والله جيب اي اداه استفهام انت عايز، اي question word. طب هو سؤال يا مستر انت ليه بتحط لها WH؟ هو بنرمز لهم بالWH لان معظمهم بيبتدي بWH زي what where when who which وهكذا، فبنرمز لهم بالWH. اكتب يا عم اداه استفهام. طب وبعدين خد التكوين ده حطه على اداه الاستفهام بمعنى انقله. يعني عادي لو قلت have او has وبعد كده الفاعل اللي هو السبجكت وبعد كده التصريف الثالث بالظبط. برافو عليك، انت كده قلت لي التكوين. عرفته ازاي؟ انا حطيت بس في الاول اداه استفهام. هو كده تحط بس في الاول اداه استفهام. طيب تعالى اديني اكزامبلز مثلا. اقول لك والله انت كنت فين؟ انت كنت فين طول اليوم؟ فين دي يعني اين؟ where. طب بقول لك انت يعني you، واليو دي بتاخد have ولا has؟ have. جدع. where have you كلمة يكون be، التصريف الثالث من be been. where have you been all the day؟ انت كنت فين طول اليوم؟ بتلف فين طول اليوم؟ طيب اكزامبل تاني هقول لك ايه؟ where، بلاش where بقى، عايزين اكزامبل مثلا بحاجة تانية غير where. اقول لك مثلا what has she. طبعا what أداة استفهام ما أو ماذا، وبعدين الفعل عندي she فاخدت has. what has she done؟ هي عملت ايه؟
مثلا. طيب تعال نرد على الكويستشنز دي، على الاسئله بتاعتنا دي. انت كنت فين طول اليوم يا بيه؟ هتقول لي والله انا كنت في الدروس، انا كنت في المدرسه، انا كنت مش عارف فين. اليو اللي في السؤال هنحولها ل I have been to the market. انا كنت في السوق، رحت الف لفه كده واشتري شويه حاجات. I have been to the market. طب برضه حولت يو لاي، ده طبعا عشان المعنى. طيب هي عملت ايه؟ والله هي عملت اللي عليها، يعني ايه؟ عملت واجبها مثلا. she بتاخد has done her homework. هي عملت الواجب بتاعها. حاجه صعبه في الكلام ده؟ هي مشكله؟ طيب يبقى احنا كده اتكلمنا ان السؤال يا اما سؤال yes or no، سؤال بمعنى هل، have او has فعل تصريف ثالث. طب لو سؤال بأداة استفهام، أداة استفهام have او has فعل تصريف ثالث. عايزك تردد وتكرر معايا. يبقى سؤال بمعنى هل have او has فعل تصريف ثالث، have او has فعل تصريف ثالث. سؤال بأداة استفهام، أداة استفهام have او has فعل تصريف ثالث، أداة استفهام have او has فعل تصريف ثالث. طيب نروح جزء تاني. طيب احنا دلوقتي لحد دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ فاكر معايا كده التكوين كان فاعل have او has تصريف ثالث، اتكلمنا عن الباسيف مفعول اللي هو الاوبجكت have او has been تصريف ثالث، استخدامات كانوا 5 استخدامات، اتكلمنا عن السؤال واتكلمنا عن النفي اللي احنا بنحط not على have او has. طيب تعال نتكلم بقى على اهم جزء في الدرس ده، او تاني اهم جزء بعد الاستخدامات، اللي هما الكي ووردز. الكي ووردز يعني ايه؟ كي ووردز يعني كلمات دال، كلمات لما بشوفها بتساعدني ان اعرف ايه الزمن ده. لما بشوف الكلمه دي بروح اختار الزمن ده. طيب بسم الله، ايه هي الكلمات دي؟ صلى على النبي معايا كده عليه الصلاه والسلام. طيب اول كلمه هي كلمه recently، lately، up till now، so far، just، already، طبعا في حاجات تانية زي مثلا for بستخدمها كتير جدا مع المضارع التام، و since، been to كتير جدا، يعني هي ما تعتبرش كلمة دالة ولكن بستخدمها كتير جدا مع المضارع التام، been to و gone to. طيب في كلمات دالة تانية؟ في، مش هخبي عليك، في كلمات تانية ممكن تلاقي في المذكرة معاك في الملازم بتاعتنا كلمات دالة تانية. طيب ممكن تلاقي في كتاب خارجي معاك كلمات تانية دالة. طيب بس انت ليش معنى كاتب لي دول؟ لان دول اشهر كلمات الدالة، دول اللي غالبا هتشوفهم، دول اللي بيجوا في امتحانات مثلا. طيب recently، lately، up till now، so far، just, already، yet مهمة جدا 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 جدا، whoever. دايما كده، دايما ما تبقاش متعلق بالحفظ. اهم حاجه في كل الموضوع هو الحل. حل كتير هتقابل حاجات كتير جديده، مثلا هتقابل حاجات كتير صعبه عليك هتغلط فيها، هتتعلمها، مستواك هيتطور. انما انت ما تعتمدش بس ان انا هحفظ الدرس. اهم حاجه في الموضوع في العمليه التعليميه كلها هو الحل. حل كتير تفهم اكتر، هتبقى مستواك يتحسن اكتر. طيب تعال نشوف كده معناهم كده، بس هكتب لك معناهم عشان تكتبهم ورايا. ريسنتلي وليتلي الاثنين دول معناهم مؤخرا. طيب up till now وسو فار الاثنين معناهم حتى الآن. just تون أو حالا، وأنا لسه قايلها لك أصلا. already بالفعل. yet حتى الآن. for لمدة. since منذ. been to gone to، خليني اقولها لك بالطريقه اللي انا بقولها للعيال عندي لولادي، راح وجه. gone to راح
مرجعش. ever أبدا، أو خلينا نقول من قبل. بحب كلمة من قبل أكتر. طيب دي الكلمات الدالة بتاعت المضارع التام. دي معظم كلمات الدالة، وتكاد تكون كلها، ولكن لو لقيت في كتاب خارجي، في الملزمة عندنا، في أي حتة في حاجة زيادة عادي، بس دول أشهر الكلمات الدالة. طيب يبقى تاني كده هما recently lately up till now so far just already yet for و since طبعا معانا for و since been to gone to ever. تاني recently lately up till now so far، يبقى recently lately up till now so far. just already yet for و since been to gone to ever. for و since been to gone to ever. عايزك تردد معايا كده، تبقى متفاعل معايا، مش عايزك قاعد نايم كده على المكتب بتاعك او قاعد في المكان اللي انت بتذاكر فيه نايم. ردد معايا كده عشان تطلع من الفيديو تطلع فاهم وحافظ القواعد، ما تحتاجش انت تذاكر تاني كتير. طيب طبعا اكيد هتحتاج تذاكر، ولكن مش بالقدر ان انت لو قاعد ونايم وقاعد بتسمعني اكنك بتتفرج على فيلم. لا، ما تتفرجش على فيلم، انت قاعد عمال بتتعلم معايا، بتردد معايا، بتذاكر معايا. طيب تعالى بقى نمسك الكلمات الدالة دي واحدة واحدة. مبدئيا كده دول حواراتهم ملهمش حوارات، سالكين كده منهم لله. يعني ايه سالكين؟ مفهومش اي حاجة. تعالى بقى الباقيين دول فيهم شوية حوارات كده، فيهم شوية ديتيلز، شوية تفاصيل مهمة جدا جدا جدا. تعالى نمسك مثلا اول واحدة فيهم مثلا just. انت قلت لي فاكر معناه كان ايه؟ كتبته. بص كده في السكتش عندك في النوتس اللي انت خدتها، معناه ايه just؟ تقول لي مش عارف. كان معناه تون او حال. طيب هي معناها تون او حالا، فهي كانت في الاستخدام الثالث او الرابع في اللي احنا كنا شارحينه، حاجه لسه حاصله حالا. بستخدم just عشان اقول لك ان حاجه لسه حاصله حالا. she has just arrived home. هي وصلت البيت. هتلاقي just بتيجي قبل تصريف ثالث للفعل، بس ما فيهاش تفاصيل كتير. just تيجي قبل التصريف الثالث للفعل وبتعبر عن حاجه لسه حاصله حالا. طيب ماشي، خلينا نروح للبيج اللي قبلها اللي هي ماشي already. تعالى نمسك already. مالها already؟ already. هي already دي معناها ايه؟ already معناها بالفعل. طب هستخدمها في ايه؟ قال لي already ممكن تستخدمها في كذا حاجة. ممكن تستخدمها في جملة وغالبا هتكون في آخرها. ممكن تستخدمها في سؤال، ولكن ما بيبقاش سؤال عادي، ده سؤال بيعبر عن دهشة أو استنكار، إن أنت مستغرب. يعني إيه بقى الكلام ده؟ تعال نشوف. مبدئيا ممكن تستخدم already في الجملة، فأقول لك والله هو أنت عملت واجبك، أو أنا بسألك هو أنت ما عملتش واجبك ليه؟ فأنت هتقول لي لا ده أنا بالفعل عملته، ده أنا بص حتى ده أنا بالفعل عملته. I have already done my homework. أنا بالفعل عملت الهومورك بتاعي. طيب أو ممكن تقول لي والله I have already I have done my homework already. ده أحمد وده الحاج أحمد، الاتنين واحد، مفيش أي مشكلة. هنا جبت already في الآخر، هنا جبت لك already قبل التصريف الثالث للفعل.
عادي مفيش مشكله. اوريدي ممكن تيجي في اخر الجمله، ممكن تيجي في نص الجمله، مفيش مشكله عادي فيها. طيب ايه بقى بتيجي في سؤال بيعبر عن دهشه؟ بقول لك ايه، البنات مثلا اكتر شويه، لما مامتك تكون بره البيت وتروح تلاقيكي ايه عامله ان انت غاسله مثلا الاطباق، غاسله المواعين، فبتقول لك ايه have you washed all these dishes already؟ ايه ده، انت بجد غسلت الاطباق دي كلها؟ انت بجد غسلت الحاجات دي كلها؟ مش مصدقه نفسها الوليه يا عيني، مصدومه. فبتقول لك ايه ده، انت عملتي الحاجات دي بجد؟ بجد اللي احنا بنقولها بالعربي بجد، انت بالفعل عملتي كده؟ ايه ده، انت رحت المسافه دي كلها ماشي؟ انا مستغرب، سؤال بيعبر عن دهشه، مش سؤال غلط والاجابه. انا مندهش متعجب من الحاجه اللي انت عملتها، انت عملت حاجه غريبه عليك. تمام، طيب زي الفل. ده بالنسبه لاوريدي. نروح نشوف حاجه تانية زي يت. يت يا يت، استاذه يت، مالها يت؟ ماشي. قال لي يت، هو انت قلت لي معناها ايه يت؟ يت كان معناها ايه؟ بص كده في النوتس بتاعتك، في النوت بوك بتاعتك كان معناها ايه؟ كان معناها حتى الان، مش هكتب لك معناها تاني، كان معناها حتى الان. طيب بستخدمها في ايه؟ قال لي يت بتستخدمها في الجمله، وممكن تستخدمها في السؤال. طب هو بستخدمها في الجمله العاديه؟ قال لي لا، جمله نفي. يبقى بستخدم يت يا في جمله نفي يا في السؤال، اللي احنا بنقولها يعني في السنتر. بستخدم يت في السؤال والنفي، يت سؤال ونفي، يت سؤال ونفي، يت سؤال ونفي. طب يعني ايه بقى؟ فهاجي استخدم يت في جمله، هقول لك she hasn't finished her homework yet. هي ما خلصتش واجبها لحد دلوقتي. خدت بالك يت فين؟ طيب اكزامبل تاني، اقول لك ايه they haven't done the laundry yet. هما ما عملوش laundry يعني الغسيل والمكوى. طيب او اقول لك have you written the information yet؟ تعال بقى نبص على الاكزامبلز دي. she hasn't finished her homework yet، هي اللي ما خلصتش واجبها لحد دلوقتي. يت اهي استاذه يت جايه في نفي، ماشي، وغالبا بتيجي في الاخر. they haven't done the laundry yet، هما ما عملوش الغسيل والمكوى لحد دلوقتي. يت النفي بتاعها وفي الاخر. طيب have you written the information yet؟ هو انت كتبت المعلومات اللي انا قلتها لحد دلوقتي؟ كتبتها ولا لا؟ انا بسالك اهو سؤال بيت. تمام، عرفت اهو السؤال علامه استفهام، وتكوين السؤال اللي هو هاف والفاعل تصريف ثالث. طيب دي كده استاذه يت، ماشي. نرجع نشوف اتبقى لنا ايه من الكي ووردز دي. طيب خدنا يت اوريدي جاست. طيب ايفر الاول، عشان ايفر فيها شويه حوارات كده، فيها شويه تفاصيل لذيذه. طيب ever، انا قلت لك انا بحب المعنى بتاعها اللي هو ايه، هي ممكن اقول ابدا وممكن اقول من قبل. اول حاجه في ever ان انا ممكن استخدمها في سؤال عادي. قال لي لا، ده سؤال بيعبر عن تجارب حياتيه، بسالك عن تجربه او خبره في حياتك. عارف انت اللي احنا بنقوله بالعربي ايه؟ السؤال بتاع عمرك عملت كذا؟
انت عمرك اكلت اكل صيني؟ انت عمرك نطيت من الدور التاني؟ انت عمرك مش عارف عملت كذا؟ انا بسالك اسئله، عمرك بسالك عن تجربه حياتيه. السؤال ده بنعمله ازاي بقى؟ عايز اقول لك والله انت عمرك جربت اكل صيني؟ هقول لك والله التكوين بتاعه بجيب هاف او هاز، وبعدين الفاعل مهما كان ايه هو بختار مع هاف او هاز، كلمه ever، وتصريف ثالث الباست participle. شكرا. يعني ايه بقى؟ have او has فاعل، ever تصريف ثالث. اعمل examples براحتك. عايزك انت قلت لي السؤال كان ايه؟ عمرك جربت اكل صيني؟ عمرك، انا بسالك انت you. طب واليو دي بتاخد have you، قلت لي بعد الفاعل ever وكلمه يجرب tried Chinese sorry هل انت عمرك جربت اكل صيني؟ have you ever tried Chinese food؟ ماشي، لو ايوه هتقول لي yes، وهنحول اليو ل I have، ولو لا هتقول لي no I haven't. بس شكرا. ده في السؤال بتاع عمرك عملت كذا. كتبت المعلومة دي؟ have و has فاعل ever تصريف ثالث. طيب كلام زي الفل. طيب ممكن استخدم ever في ايه تاني؟ قال لي والله ever دي ليها استخدام تاني. ايه الاستخدام التاني ده؟ قال لي ان انت ممكن تستخدمها في جملة. جملة ايه بقى؟ قال لي ممكن بتبقى اسمها جملة تفضيل. درستها انت في تانية اعدادي وفي تالتة اعدادي، وهتدرسها في تالتة ثانوي وفي تانية ثانوي. جملة تفضيل يعني ايه؟ وممكن استخدمها مع الاكسبريشن ده. خليك عارف الاكسبريشن ده وخلاص. I have ever او she has ever. خليك عارف الجملتين دول، خليهم ثبتهم في دماغك كده. طب ايه حتة التفضيل اللي انت قلتها لي دي وما كملتهاش؟ تعال اقول لك. حتة التفضيل دي كنا واخدين، انا همسح بس الجزء ده، اتمنى ان انت تكون كتبته. عشان انا بس عايز اكمل في نفس الشيت في نفس الورقة دي، فبضطر ان انا امسح عشان لو حد بيسأل نفسه طب ما تجيب صفحة تانية يا مستر. لا مفتح، انا عايز الصفحة دي. طيب تفضيل كنت واخد انت في تالتة اعدادي حاجة اسمها، او في تانية اعدادي، التفضيل كنا بنجيب مع الصفة القصيرة كنا بنيجي جاي زي كلمة شورت فات طول ثين، صفة قصيرة بتتنطق على مقطع واحد، وجاي قبلها حاطط ذا، وفي آخرها بحط اس تي. طب ولو كانت صفة طويلة بقى؟ افتكر كده، لو كانت صفة طويلة كنت بعمل فيها ايه؟ كنت بجيب قبلها ذا موست يا اما ذا ليست. ذا موست كان معناها الأكثر، وذا ليست كان معناها الأقل. طيب فأنت لما تشوف من الآخر، لما تشوف صيغة من الصيغتين دول تستخدم ever. فأقول لك والله this is the tallest man I have ever seen. ده أطول راجل أنا شفته في حياتي. خدت بالك the tallest ده ذا والصفة القصيرة بتاعتي وحطيت لها اس تي. التكوين اللي انت لسه قايل عليه هو مثلا ذا صفة قصيرة اي اس تي، وبعدين I have دي have اهي ever seen. ده أطول راجل أنا شفته في حياتي، ده أقصر راجل أنا شفته في حياتي، دي أطول فيلم أنا شفته في حياتي، هكذا. طيب وممكن استخدم الاكسبريشنز دي مهمة. ليه قلت لك الاكسبريشنز دي مهمة؟ زي هنا اهو I have ever. أقول لك مثلا she has ever watched a movie
like this one. She has ever watched a movie like this one. ده مثال مش قوي شوية، ولكن أنا بوري لك إن هي ممكن تيجي في جملة عادي، يعني إن هي اتفرجت على فيلم قبل ده أو فيلم أحسن من ده قبل كده. She has واستخدمت ever. المهم إن ever ممكن تيجي في الجملة عادي، أو ممكن تيجي في السؤال بتاع عمرك عملت كذا. أنا بسألك عن تجربة حياتية، وأكتر حاجة هي famous بيها، هي popular بيها، هي مشهورة بيها. السؤال بتاع عمرك عملت كذا، سوري اهو انا كنت عمال بشاور تحت اهو، السؤال بتاع عمرك عملت كذا اللي انت اكيد كتبته، اوعى تقول لي ان انت ما كتبتوش لحد دلوقتي. طيب اتكلمنا عن كل دول، اتكلمنا عن ever خلصناهم، الباقيين لذاذ جدا. for و since been to gone to خلاص. طيب يلا بينا. for و since و I go ماشي. في حاجة كمان هقولها لك بس لما اديك الاكزامبلز. طيب هي for معناها ايه؟ for معناها لمدة. طب و since معناها منذ. طب و I go معناها منذ. طيب ايه الفرق بين التلاتة؟ عرفني الفرق، وبالذات انا شايف ان دي منذ ودي منذ، انا عايز اعرف الفرق بينهم. قال لي بص فور معناها المدة، فطبيعي هيجي وراها مدة او فترة. ليه بقول لك مدة او فترة؟ انا عايز كمية على بعضها، 3 ساعات 4 ساعات شهر اسبوعين، مدة او فترة على بعضها. طيب since قال لي بقى دي بيجي وراها بداية حدث، وخد بالك لان بداية الحدث دي ممكن تكون حاجة من 3. خلينا نديك اهو، ممكن تكون جملة، ولو جملة هتكون جملة ماضي بسيط. خطيرة المعلومة دي. طب لو مش جملة هتكون تاريخ، وده اكتر شكل مشهور ليه. طب لو مش تاريخ اسم noun. طيب اديني امثله الاول عشان افهم الكلام ده، وبعدين نخش على الحته بتاعت اجو. اسمح لي امسح بس اجو هنا كده عشان اديك الاكزامبلز براحتك، وبعدين هكتبها لك تاني. طيب ماشي. اقول لك والله ايه، علي has lived in Aswan since DC since 1999. علي عايش في أسوان منذ سنة 1999. طيب ده مضارع تام، عرفت منين؟ ما هو فيه هاز وفي فاعل وفي هاز وفي تصريف تاني. طيب جميل زي الفل. طيب هنا since جه وراها ايه؟ تاني حاجة اللي هو التاريخ. طيب ممكن اقول لك حاجة تانية غير التاريخ؟ ممكن اقول لك حاجة تانية غير التاريخ. اقول لك since he moved there، منذ ان انتقل هناك. دي جملة على فكرة، فاعل وفاعل اهي، جملة ماضي بسيط. لو خدت بالك، لو فاكر الماضي البسيط كان بيتكون من فاعل والتصريف بتاع الفاعل، اكتبها عندك، جملة ماضي بسيط. او ممكن اقول لك since his childhood، منذ طفولته. فكده ايه ده؟ since جه وراها 3 حاجات. جه وراها مرة تاريخ زي ما انت ما قلت لي، جه مرة وراها جملة في الماضي البسيط زي ما انت برضه قلت لي، جه وراها اسم زي ما انت ما قلت لي، يعني بيجي وراها ال3 حاجات دول. طيب انا دلوقتي هسألك سؤال سهل جدا، ولكن عايزك بس بتوع علم رياضة شغلوا دماغهم معايا شوية. انا لو عايز اكتب لك نفس الجملة دي، بس عايزك تكتبها لي بفور، الجملة اللي باللون ده، اللون البنفسجي ده، تمام؟ عايزك تكتب لي نفس الجمله دي، بس تقول لي فيها فور بدل سنس. عايزك تشيل لي سنس، سوري، تحط لي فور. فتقول لي والله ما فيش مشكله، هيبقى علي has
lived in أسوان for. فقلت لي فور بيجي وراها ايه؟ فكرني كده. فور مدة، لمدة، بيجي وراها المدة. طيب بقى له قد ايه يعني؟ مدته قد ايه؟ احنا في كام دلوقتي؟ 2025. طيب ها يبقى بقى له كام سنة؟ بتوع علم الرياضة كام سنة؟ 26 سنة. 26 years. بقاله 26 سنة. طب انت ايه جبت 26 دي منين؟ فقلت لي بس انت غيرتها ليه؟ لا، ما انا طرحت. احنا دلوقتي في 2025، انا عايز بقاله كام سنة يعني؟ احنا في 2025 وهو من سنة 1999، يبقى بقاله 26 سنة. طيب لو ما فهمتش الحتة دي فانت روح لمدرس ايه؟ الرياضة او الاحصاء يشرحها لك، لان دي مش بتاعتي. طيب نروح على اللي انا كنت كاتبها. اجو معناها كنت كاتب لك فوق معناها منذ. طيب اجو قال لي بيجي قبلها مده، واجو هتلاقيها بتيجي مع الماضي البسيط. شكرا. ملهاش علاقه بالماضي بالمضارع التام، ملهاش علاقه بهاف وهاز والتصريف الثالث. فاقول لك I didn't meet علي 3 days ago. أنا ما قابلتش علي منذ 3 أيام. أهو فاعل، وإذا didn't دي زمن ماضي بسيط، وبعدين meet مصدر، وبعدين 3 أيام دي مدة، وأجو منذ، وشكرا جت في الماضي البسيط. طب هو ممكن أجو دي ممكن أشوفها في المضارع التام؟ ممكن تشوفها في المضارع التام، بس مش هتيجي لوحدها. أمال هتيجي مع إيه؟ قال لي لو شفت أجو في المضارع التام هتلاقيها كده since مدة أجو. ساعتها تقدر إن أنت تشوفها في المضارع التام since مدة أجو. فأقول لك والله Sam has met علي since 3 days ago. يعني سام قابل علي منذ 3 أيام. ادي الفاعل بتاعي، وادي هاز، وادي التصريف الثالث، ده كل ده مضارع تام. حلو جميل. طب وادي سنس، وادي المدة، وادي جو اللي انت لسه قايل لي عليها يا مستر. طيب جميل زي الفل. طيب خلينا نروح لشيت تانية عشان احطهم كلهم فيها، وهي المعلومة بتاعت been to gone to been in been وصفة أو اسم. تعال نشوف الكلام اللذيذ ده. been to اختصار معناها راح وجه. طب gone to راح مرجعش. been in مقيم أو موجود فيه. been اسم أو been صفة يعني لقد كان. تعال نشوف examples على الكلام الممتع ده. been to بقول لك ايه والله she has been to the market. هي كانت في السوق. let's see what she bought. مامتك كانت في السوق مثلا وانت واخوك بتتكلموا. طيب ماما كانت في السوق ورجعت. تعال نشوف هي اشترت لنا ايه. بص كده، فاعل has تصريف ثالث، ده مضارع تام been to اهي. طب هو انت عرفت منين؟ معلش انا عايزك تعرفني كده، انت عرفت منين ان هي راحت وجت؟ ما انت كملت لي اهو، قلت لي ان تعالى نشوف هي جابت ايه. فطالما انت بتقول لي تعالى نشوف هي جابت ايه يبقى اكيد هي راحت وجت. على عكس الاكزامبل ده لما اقول لك you can't
meet علي. مش هتقدر تقابل علي. طب ليه؟ he has gone to the market. عشان هو راح السوق. طب انت عرفت منين يعني انت عرفت منين ان هو راح وما رجعش؟ ما انت بتقول لي مش هتقدر تقابله، فطالما انت منعتني يبقى هو مش موجود. gone to شكرا، راح وما رجعش. انما been to ده راح وجه. been to راح جه. gone to راح ما رجعش. طيب been in معناها مقيم فيه او موجود فيه. my uncle has been in the US since 2000. يعني عمي أو خالي موجود في اليو اس أمريكا USA United States of America منذ سنة 2000 ولحد دلوقتي هو موجود فيها مقيم فيها. فقلت لك been in مقيم فيه. طيب been وصفة أو been اسم. أقول لك والله she has been kind to her husband. هي كانت طيبة مع جوزها. بص كده been وkind دي معناها طيب، فطبعا هنا لقد كانت طيبة مع زوجها ولحد دلوقتي مثلا هي طيبة معاه. أو أقول لك she has been a doctor for 20 years. يعني أنا بقول لك دي كانت شغالة دكتورة بقالها 20 سنة. دي بين ودكتور دي طبعا noun يعني اسم، فهنا بين جي وراها اسم. هل صعب في الكلام ده؟ طيب أعتقد كلام سهل، كلام لذيذ، مفيهوش أي مشكلة، مفيهوش حاجة صعبة. طيب خليني أروح أقول لك معلومة كمان كنت نسيت أقولها لك في الأول. إن إحنا في الأول خالص قلت لك إن أنا بنفي بجيب الفاعل وبعدين have أو has بحط not وتصريف تالت. حقيقة خلينا نقول إن أنا منسيتش لأن أنا كنت شايلها الآخر، لأن في موضوع عايز أتكلم فيه. الموضوع ده هو never. إن أنا ممكن بدل منفي not أضيف never. فبدل ما أقول لك she hasn't done the homework، هي ما عملتش الهومورك، ممكن اجي اقول لك هي بالظبط هي بالظبط equals هي she has never done the homework. يعني هي ما عملتش الهومورك. not هي بالظبط equals never بتفيد النيجاتيف بتفيد النفي. طيب جميل. هو انا بس ممكن استخدم never في كده؟ قال لي لا، ممكن تستخدم never كمان في جملة بتعبر عن النفي أكيد، لأن never بتفيد النفي. في تكوين كده كنت بشوفه كتير اللي هو بقول لك إيه، هقول لك إيه حيرتني. I have never أو ممكن أقول لك طبعا أي ضمير غير I we you they هكذا ماشي، وبعدين بيجي وراها تصريف تالت such صفة أو صفة واسم اللي هو بنقول عليه يعني اسم موصوف. تعالى نمسك الحتة دي نفنطها حتة حتة. طيب خليني برضه أوضح لك إن أنا ممكن أجيب have أو has never. طبعا الفعل بقى يعني خلينا نستبعد I، ممكن أحط I we you they أي فعل أنت عايزه، وهكذا ممكن مع has ممكن تحط أي فاعل أنت عايزه. طيب كلام زي الفل، كلام جميل. طيب دلوقتي
انا ايه التكوين ده؟ have او has never تصريف ثالث such صفة او اسم او اللي هو بنقول عليه اسم موصوف. اقول لك والله انا عمري ما شفت راجل طويل زي ده. من شويه في ايفر لو تفتكر معايا، لو رجعت الفيديو هتلاقيني بقول لك ان ايفر كنت بقول لك ايه مثال كنت كاتبه على البورد. This is the tallest man I have ever seen. دي كانت جمله مثبته، كنت بقول لك ان ده كان اطول راجل انا شفته في حياتي. اهو ثانيه، رجع. This is the tallest man I have ever seen ever. ده اطول راجل انا شفته في حياتي. هنا جيت بقى جاي بقول لك انا ما شفتش في حياتي راجل طويل زي ده. هقولها ازاي؟ يقول لك اهو I have never، عشان انا بقول لك انا ما شفتش. I have never seen such هي such معناها ايه؟ معناها مثل او أداة تشبيه. I have never seen such a tall man. يعني انا ما شفتش راجل طويل زي ده. بص كده، تعالوا نمسكها واحده واحده. طبعا الفعل جبت اي فعل انت عايزه، have او has، never تصريف ثالث، such او مثل، ادي الصفه وادي الاسم اللي احنا بنقول عليهم اسم موصوف. طيب حاجه صعبه في الكلام ده. كده نكون خلصنا المضارع التام بنسبة 50%. 50% ليه؟ هو لسه في باقي؟ لسه في باقي. هو كده الدرس بجد لسه ما خلص؟ انا خدته كده بس؟ لا لسه ما خلص. امتى يخلص؟ كمعلومات كجزء نظري هو خلص، يعني اطمنك واقول لك ان الدرس خلص. امتى يكون تقول لي ان هو خلص بنسبة 100%، بنسبة 100%؟ لما تحللي عليه، لما تذاكره وتحفظ القواعد بتاعتك. طبعا القواعد الحاجات اللي بين فورمز دي، بين فريمز بنحطها بفريمز، دي حاجات لازم ان انت تذاكرها، حاجات لازم تكون حافظها. انا عايزك تكون فاهم، تكون حافظ التكوين لازم أن تكون حافظه، لان انت ما ينفعش. الفهم دايما بيبقى مرتبط بالاحتفاظ بالمعلومه. انت فاهم المعلومه فمحتاج ان انت تحتفظ بيها، فانت لما تحتفظ بيها خلاص هتعرف تحل. لو جات لك القاعده دي زي ما جات لك سؤال مثلا، فانت بتحتاج تتذكر، تعيد استرجاع معلومه. هو المضارع التام ده كان بيتكون من ايه؟ فدي انت فاهمه، بس محتاج ان انت تكون حافظ ان هو بيتكون من فاعل have او has تصريف ثالث. تمام؟ طيب تعالى بقى نحل شويه اكزامبلز بسيطه كده على الجزء ده. طيب كنا بنجيبها منين بقى الاسئله؟ ايوه يلا بينا. يلا بينا تعالي كده. طيب ماشي. طيب يلا بينا. هتقول لي يلا بينا الاكزامبل الاولاني ده my homework yet. فكر فيها. عمل نختار لون للقلم واخترت لون القلم. حلتها ولا لسه؟ طيب تعال نمسكهم واحده واحده ونفنطهم كده. مبدئيا احنا اصلا بنتكلم في المضارع التام، عرفت منين؟ في كلمه يت. طيب فهستبعد دي مع السلامه. طيب تاني حاجه هستبعدها هي هاز. ليه؟ لان الاي اصلا بتاخد هاب. شكرا. يبقى انا كده دي بي وسي استبعدتهم، اتبقى لي هاف فينيشد وهافنت فينيشد. الاولى ولا الاخيره؟ يلا الاخيره. برافو عليك. اشمعنى؟ ما انت يا مستر لسه قايل لي من شويه في الحصه ان يت دي بستخدمها في السؤال والنفي، يعني لازم الجمله بتاعتها تكون منفيه، انما دي مثبته فمش هتنفعني، معلش. طيب اوبا يب. ايه ده اوكي. طيب اوكي ماشي. فكر في نمبر 2 كده. عايزك تفكر لي في نمبر 2. لو قلنا دي هتبقى دي، استبعدنا دي ودي غلط. طيب يلا. my father is on the way he home yet. بابايا في الطريق، هو
ما وصلش، عايز اقول او وصل yet. طيب هو مبدئيا بس انا قلت ما وصلش او وصل عشان كلمه yet. كلمه دي yet هروح اكتب جنبها او فوقها كده عشان ابقى عارف ان هي بتيجي في السؤال والنفي بس. طيب هو ده مش سؤال، عرفت منين؟ ما هو حاطط لك فول ستوب اهو، نقطه، انت خلاص انت ما تحاولش فيها، هي دي مش سؤال، دي جمله. طيب طيب مبدئيا كده هو مديني didn't برضه مع السلامه، لان didn't دي ماضي بسيط وarrived دي ماضي بسيط، فعندك دي وعندك دي. هو المره دي حطيتهم لك في النفي، ولكن الهي بتاخد has مش بتاخد have، فشكرا. طيب اوكي يلا بينا. طيب example number 3 بيقول لك ايه؟ I am not hungry I have eaten. I am not hungry I eaten. ده example بسيط جدا سهل جدا. انا مش جعان انا كلت. طيب جميل جدا بقى. حاطط لك it now just ever، فانت فكر لي في الاجابه في دول. ايه الاجابه؟ طبعا انا مش جعان انا، تقول لي احنا بنقولها انا مش جعان انا لسه واكل. لما بعزم عليك تاكل معايا، تاكل معايا معاك الشيبسي، معايا اكل، معايا حاجه تاكل معايا، والله انا لسه واكل. طيب كلمه لسه دي يعني ايه؟ يعني ايه لسه دي يعني لسه حالا، جاستن هي سوري تون اللي هي جاست. الله يفتح عليك. طب ليه ما تنفعش ناو دي يعني باكل دلوقتي، ده مضارع مستمر. يت تيجي في السؤال والنفي. طب ايفر معناه من قبل، يعني انا كلت من قبل. ايه كلت من قبل دي مش هتنفع معايا. نمبر 4 I have never to Paris، يعني انا ما روحتش قبل كده باريس. طيب مديك بين went go was، ده سؤال لذيذ وسهل جدا جدا جدا. طيب هو هاف وهاز كان بيجي وراهم ايه؟ انا عايز بعد هاف وهاز تصريف ثالث، روح دور على تصريف ثالث. بين صح. طب وانت دي التصريف الثاني. طب جو ده المصدر انفينيتيف. طب ووز وير ده التصريف، ده فيرب تو بي في الماضي ووز وير. طيب اصلا دي تصريف ثاني من جو، انما ووز وير هي في التصريف الثاني من فيرب تو بي، يعني هو اصلا مديني دي عشان يلخبطني بيها. ماشي. طيب تعال ننزل على نمبر 5. You ever been to New York؟ ايه ده سؤال وفي كلمة ever. ده السؤال بتاع ايه ده السؤال بتاع عمرك عملت كذا. طيب فالسؤال ده كنا لو فاكر التكوين بقى، لو فاكر التكوين الموضوع هيبقى لذيذ جدا معاك. يعني كان تكوينه have or has فاعل ever تصريف ثالث، ادي الفاعل وادي ever وادي تصريف ثالث. طيب جميل. كنا اول حاجه قلتها have or has. طب ليه ما استخدمتش are؟ لان احنا في مضارع تام من كلمه ever وفي تصريف ثالث، فانا عرفت ان احنا في مضارع تام، فدول كلهم ما بستخدمهمش في مضارع تام. I'm still working، انا لسه شغال. I haven't finished my work. بص انا لسه والله ما شفت الاختيارات، بس غالبا يعني بنسبه 90% لو فيت هي اشمعنى؟ اصل في finished طيب عشان haven't دي نفي، ويت كانت بتجيلي في السؤال والنفي. طيب بس وكانت بتيجي، كنت بقول لك تيجي في اخر الجمله اهي. بس انا لسه شغال، انا لسه ما خلصتش لحد دلوقتي yet. طيب I'm looking for my pen، انا بدور على قلمي. انا ضيعته، عايز اقول لك ان انا فقدته. طيب هو مستخدم هنا مضارع تام لان انت بتدور على القلم دلوقتي، والقلم ده منك ضاع في الماضي، ان هو حدث حصل في الماضي والاثر بتاعه مكمل معاك دلوقتي. طيب فده طبعا مضارع تام بتستخدم الفاعل اللي هو السبجكت، وبعدين have و has، وبعدين تصريف ثالث. ففين الكلام ده؟ ادي الفاعل، الاي بتاخد have، تصريف ثالث lost. شكرا. During the 2 years، أثناء السنتين David 10 different jobs. أثناء السنتين اللي فاتوا ديفيد كان اشتغل شغلانتين أو شغلانات 10 شغلانات مختلفة. ومديني has ايه has دي غريبة. has had have had have had have has ايه الحاجات ايه الكلام ده؟ بص هو عايز يقول لي ايه؟ ان اثناء السنتين الاخر
ديفيد كان عنده او كان لديه 10 شغلانات. فمن الصدفه ان كلمه يعمل او كلمه لديه سوري اللي هي كلمه هاف او هاز. تمام. طيب انا كلمه لديه هاف او هاز، متفقين على ده، دي معناها لديه او يمتلك. فانا عايز اقول لك كان لديه او يملك 10 شغلانات، او لديه يعني احسن. طيب فديفيد ده هنا ده في المضارع التام، ماشي، عشان بقول لك اثناء السنتين اللي فاتوا كان عنده 10 شغلانات، وهو اصلا مديني الاختيارات كلها مجبرني ان انا اختار مضارع تام. طب ديفيد ده اللي هو الفاعل هياخد هاف او هاز، هياخد هاز. عايز بقى ده التكوين بتاعك كان بيجيب فاعل هاف او هاز تصريف ثالث. التصريف الثالث من هاف وهاز دول ايه؟ تفتكر كده كان هاف وهاز الماضي بتاعهم هاد، والتصريف الثالث برضه هاد. فانت التصريف الثالث بتاعهم ايه؟ هاد. يبقى هتقول لي هاز هاد. طب جبتها منين يا مستر؟ ما هو بالراحه. التكوين بتاع المضارع التام فاعل هاف او هاز تصريف ثالث. الفاعل ديفيد، ديفيد ده هياخد هاز، التصريف الثالث من هاز هاد، هاز هاد. اكيد مديني الاختيار ده اهو. طب ده هاز لازم وراها تصريف ثالث، غلط. طب هاف هاد، لا ديفيد ده بياخد هاز فمش هتنفع هاف. طب هاف غلط، هاف ما تنفعش اصلا، وهاز برضو غلط. طيب جميل، اوشكنا على الانتهاء خلاص اهو. I a teacher since 2002. يعني انا بالمناسبة احنا ممكن دي نقراها 2002 او نقراها رقمين نقول 2002. الامريكان بيبل، الناس الامريكان بيقولوا على الزيرو بيقولوا او، ممكن تقول زيرو ممكن تقول او. طيب انا مدرس بقالي منذ سنه 2000، ومدي كلمه سينس اللي هي كلمه داله على المضارع التام، فوالله هتقول لي المضارع التام بيتكون من فاعل هاف او هاز التصريف الثالث. طيب الاي تاخد هاف، يعني يا ده يا ده. طب انت قلت لي هاف او هاز وبعدين ايه؟ تصريف ثالث. شكرا. طب ده ايه ده؟ ده مديني مصدر، ما ينفعش، وده مش هينفع عشان هو مديني مضارع تام كلمه داله اهو، وده ماضي تام وغلط اصلا. هات بيجي ورا تصريف تام. My friend my new dress yet. صديقي فستاني حتى الآن. طيب هو لفتت انتباهي كلمة يت دي، هو معلش كانت بتيجي في السؤال والنفي. انت زهقتنا فيها يا مستر، معلش تيجي كتير السؤال والنفي. طيب my friend دي صديقي أو صديقاتي مفرد، فهتاخد هاز. فأنا هفكر يا إما في دي يا إما في دي. هو مديني، هو ابن حلال ومديني الاتنين منفيين، فوق كان بيديهم لي مش منفيين وانا بختار منهم، بس بيديني واحده مصدر وواحده تصريف ثالث. فطبعا في المضارع التام بختار هاف او هاز والتصريف الثالث. وكده خلصنا درس المضارع التام. درس دسم جدا مليان تفاصيل، سؤال عليه في كل امتحان، ده شيء اساسي. وبست اوف لك، اتمنى لكم كل الحظ. اهم حاجه ان الدرس ده يتذاكر، لو ما ذاكرتهوش هتلاقي الدنيا انت بتحس ان الانجليش بالنسبه لك صعب، لان انت ما بتذاكرش الحاجه اول باول، بتراكم على نفسك حاجات كتير. تيجي يلا بينا نبدا تلاقي عندك درس ودرس 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 ودرس، مضارع تام ماضي تام ماضي بسيط. المعلومات تيجي تذاكرها، عايز تذاكر كل ده في ساعه، تلم المنهج كوبايه شاي وساعتين جد، لا مش هينفع. هتيجي تلم كل ده في ساعتين جد وكوبايه شاي، هتلاقي ان الشاي دخل في المعلومات. ازاي؟ هتلاقي المضارع التام دخل في الماضي التام في الماضي البسيط. فاحسن حاجه ان انت تذاكر الحاجه اول باول. ما بقولكش ان هي عايزه منك مذاكره كتير، مش اكتر من نص ساعه. راجع المعلومات. اول حاجه خطوه معايا ان انت تكون كتبت الحاجه دي في النوت بوك بتاعتك، كراستك بتاعت الجرامر اللي انت مخصصها للجرامر كده. اكتب لي معلوماتك، تكوين، استخدام، نفي، اكتب لي اللي انا قلته ده. طيب وبعد كده مش لازم النهارده يعني، بكره تعالى ذاكره. ذاكر لي التكوين بيتكون من ايه، استخدام، نفي، السؤال. خلصت ذاكرت. بعد كده بقى الخطوه الثانيه، انا قلت لك كل ده يعتبر 50% من الدرس. ال 50% التانيين، ال 50% التانيين دول معتمدين عليه، على الحل. الحل ده يعتبر كمان اكتر من 50%. ليه؟ لان انت وانت بتحل بتلاقي مشاكل. طيب بعد ما تلاقي المشاكل تروح المستر بتاعك تساله والله الحته دي انا مش فاهمها،
والله الحتة دي فيها مشكلة، الحتة دي أنا عايز تشرحها لي هي جت كده إزاي، السؤال ده أنا مش فاهم هو اتحل كده إزاي. اتعلمت من الغلط بتاعي، اتعلمت من الغلطة دي، فخلاص الدرس بقى معايا زي الفل. إنما فكرة إن أنت بتحل فما فيش أخطاء فأنت بتعلمش جديد، مش معنى كده إن أنت في خطر، لأ، بس فكرة إن أنت بتحل قليل ومفيش أخطاء ده حاجة مش حلوة. لو بتحل كتير ومفيش أخطاء دي حاجة زي الفل، أنت 10/10 كمل. بس أنا بتكلم إن أساس أي حاجة إن أنت تحل كتير، حل على قد ما تقدر، حل من مصدر واثنين وثلاثة وأربعة، حل من كتب مختلفة، شوف أفكار مختلفة عشان تتعرف على المنهج الامتحانات بتيجي إزاي. تمام. وفي الآخر أحب أقول لك ما تتعاملش مع الإنجليزي كمادة، تعامل مع الانجليش as a language، تعامل مع الانجليش ان هو حاجه اساسيه. English for university، انت بتتعلم انجليزي للجامعه، English for work للعمل، English for life انجليزي للحياه عموما. انت بعد كده هتلاقي ان انت في كليتك، سواء ان شاء الله ربنا كرمك دخلت كليه علميه، كليه ادبيه، محتاج الانجليزي في اي حاجه في اي مجال، فلازم ان انت تبقى محافظ ان الانجليش بتاعك كويس. انا مش عشان مدرس انجليش هقول لك ان الانجليش هو اهم ماده عندك، ولكن دي حقيقه. الانجليش هتقابله في كليتك، سواء دخلت كليه طب، سواء دخلت اقل كليه في التنسيق طبعا وليس كقيمه ليها، هتلاقي ان انت في مواد عليك بالانجليش، هتلاقي ان انت في حاجات كتير جدا جدا جدا. لو احتجت ان انت تخش تتفرج على فيديو، مثلا ناس في كليه الطب يخشوا يتفرجوا على فيديوهات لدكاتره بيشرحوا، بتلاقيهم بيشرحوا بالانجليش. دخلت كليه مرتبطه بالانجليش، طبعا دي مش محتاجه، دي اكيد انت محتاج انجليش. فانت تتعامل مع الانجليش not as a subject، مش كماده، but as a language كلغة، لأنه هيفيدك في حاجات كتير جدا 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 وانت بتتعامل في التليفون، السوشيال ميديا دلوقتي، الانجليش سوري، بقينا بنستخدمه في كل حاجة. تمام. وده كان درسنا النهاردة، وأشوفكم المرة الجاية في درس جديد إن شاء الله. مع السلامة.